عالم ال MMA يعود للاشتعال من جديد بعد تغير كبير على قمة تصنيف الباوند مقابل باوند في UFC. النجم الكبير إسلام مخاشيف خسر صدارته لصالح نجم جديد صاعد بسرعة صاروخية إيليا توبوريا، وليس من دون سبب، فالمقاتل الإسباني من أصول جورجية دخل التاريخ مؤخرا بعد أن أطاح بالبطل السابق تشارلز أوليفيرا بضربة قاضية ساحقة خلال أقل من دقيقتين. لكن توبوريا لم يكتفي بالفوز، بل هيمن على المواجهة بطريقة لا يستطيع الكثير من المقاتلين فعلها، حتى أبطال سابقين لم يتمكنوا من ذلك. أوليفيرا صاحب الرقم القياسي في عدد الإخضاعات وأحد أكثر المقاتلين خبرة في الوزن الخفيف بدا عاجزا تماما، والنتيجة توبوريا قفز مباشرة إلى قمة تصنيف الباوند مقابل باوند في UFC، ما يعني أنه يعتبر الآن الأفضل على الإطلاق عبر مختلف الأوزان في المنظمة. هذا التغيير الكبير أحدث ضجة ضخمة في مجتمع MMA، حتى مدير إحدى أكبر شركات الترويج في روسيا كامل غاجيف قال إن توبوريا يستحق هذا المركز بجدارة، وأوضح أن تصنيف الباوند مقابل باوند لا يعتمد عشوائيا، بل يحسب بناء على عوامل عديدة: عدد الانتصارات، طريقة الفوز، مدة القتال، وجودة الخصم. وتوبوريا بحسبه استوفى كل هذه المعايير بدقة: الانتصار السريع، النظيف، والمقنع على أوليفيرا في وزن جديد جعل من توبوريا ملكا جديدا لUFC. والجدير بالذكر أن إيليا توبوريا لا يزال يحمل حزام وزن الريشة، ما يعني أنه حاليا بطل في فئتين مختلفتين، إنجاز نادر في تاريخ المنظمة. قائمة مزدوجي التتويج تشمل أساطير مثل كونور ماكغريغور، أماندا نونيس، ودانيال كورميه، والآن ينضم إليهم الماتادور. لكن دائما ما يطرح السؤال مع أي بطل جديد: من سيسقطه؟ المدرب الأسطوري خافيير مينديز من فريق AKA يرى أن الشخص الوحيد القادر على تشكيل تهديد حقيقي لتوبوريا هو أرمين تساروكيان. ساروكيان يعرف كأحد أفضل المقاتلين في فنون المصارعة والجوجيتسو ضمن الوزن الخفيف، وهو لا يفضل القتال واقفا، بل يجذب خصمه إلى الأرض وإن كانت هناك نقطة ضعف لتوبوريا فربما تكون هذه: لم يتم اختباره بعد في هذا المجال بشكل حقيقي. مينديز يعتقد أن أرمين سيجبر توبوريا على اللعب ضمن سيناريو مصارعة مرهق، وهو سيناريو يختلف تماما عن مواجهته مع أوليفيرا. رغم أن أوليفيرا حاول تنفيذ إسقاط أرضي، إلا أنه فشل وتعرض لهجوم معاكس مباشرة. السؤال الآن: هل يستطيع توبوريا النجاة أمام ضغط مستمر من مصارع مثل أرمين؟ الملفت أن تساروكيان كان جاهزا كمقاتل بديل في UFC 317، ما يعني أنه في كامل الجاهزية النفسية والبدنية لمواجهة توبوريا. وإن قررت UFC منحه الفرصة، فقد نشهد واحدة من أكثر المواجهات الفنية إثارة في تاريخ الوزن الخفيف. وبينما يواصل توبوريا حماية عرشه الجديد، هناك نزال آخر لا يقل أهمية قادما في UFC 380: ماكس هولوواي ضد داستن بواريه. معركة ليست فقط على حزام BMF، بل أيضا مليئة بالحسابات القديمة، الانتقام، وربما الوداع. بواريه المعروف بالماسة، من المتوقع أن تكون هذه آخر مواجهة له في مسيرته، لكن هولوواي لا ينوي توديعه بالورود، بل بالثأر. لقد خسر أمامه مرتين سابقا، وكانت تلك الهزائم نقطة سوداء في تاريخه المليء بالانتصارات الأسطورية. هولوواي صرح بوضوح: هو من كسر سلسلة انتصارات 13، والآن سأكسر ختام مسيرته. وما يزيد المشهد درامية هو قرار بواريه المحتمل باعتزال القتال بعد 15 عاما من المواجهات، منذ أول نزال احترافي له عام 2009 ولأكثر من عقد في UFC. أطاح بأسماء كبرى: أنتوني بيتس، جاستن جيفي، إيدي ألفاريز، وكونر ماكغريغور، حتى أنه حصل على فرصتين للقب، لكنه خسر أمام أوليفيرا وإسلام مخاشيف. لذا فإن هذه المواجهة ضد هولوواي ليست مجرد نزال عادي،
بل لقاء بين اثنين من نخبة UFC يتصارعان من جديد بحثا عن الخاتمة المشرفة داخل القفص. الآن أمامنا قصتان: توبوريا البطل الجديد والجميع يبحث عن نقطة سقوطه، بواريه الأسطورة الذي يستعد لإنهاء رحلته تحت ضغط نزال ناري مع خصم يطلب الثأر. قصتان مختلفتان، لكن كلاهما مليء بالعاطفة، المهارة والتاريخ، وسؤالان كبيران يسيطران على الساحة: من يستطيع إسقاط توبوريا؟ وهل يغادر بواريه القفص مرفوع الرأس أم يكون ضحية هولواي الأخيرة؟ الجواب في قادم الأسابيع. تابعوا آخر تطورات عالم ال MMA فقط على بطولة الملاكمة الممتازة، لأن القصة لم تنتهي بعد، وما زال في شعبة UFC الكثير من الجنون والمفاجآت. بواريه الأسطورة الذي يستعد لإنهاء رحلته تحت ضغط نزال ناري مع خصم يطلب الثأر. قصتان مختلفتان، لكن كلاهما مليء بالعاطفة، المهارة والتاريخ، وسؤالان كبيران يسيطران على الساحة: من يستطيع إسقاط توبوريا؟ وهل يغادر بواريه القفص مرفوع الرأس أم يكون ضحية هولواي الأخيرة؟ الجواب في قادم الأسابيع. تابعوا آخر تطورات عالم ال MMA فقط على بطولة الملاكمة الممتازة، لأن القصة لم تنتهي بعد، وما زال في جعبة UFC الكثير من الجنون والمفاجآت. هذه أصدقاء جديدة، هذه مدمنين. شوي حصل السين. هذه يبغى الصومني.